لو كان الزمالك هو اللي مكان الاهلي امبارح وبيلاعب برشلونه في ملعب الكامب نو، ايا كانت المباراه وديه رسميه في كاس العالم، فايا كانت اللي هي فيه، الزمالك مكان الاهلي، وواحد اهلاوي على بعد 100,000 كيلو بيتريق على الزمالك بعد الزمالك ما استقبل الهدف ال 195، انا ممكن اعمل في المواطن الاهلاوي ده ايه؟ انا هخليه يدور على قطع غيار لكرامته، لان هو بيتدخل في حاجه هو ملوش فيها. الزمالك بيلعب برشلونه، انت مال اهلك؟ ويوم ما تتدخل، يا تتدخل بفخر لابن بلدك وابن وطنك، ابن مصر اللي زيك اللي بيلعب بيشرف بلده، ايا كان الماتش ايه، ما رسمي او ودي زي ما قلت، فانت المفروض تفتخر بيا. انا مغلوب 2-1، انا مش بلاعب البلاستيك، انا اسف. احنا جمهور نادي الزمالك 90% مننا في الكنافه، في الكنافه ما بياكلوش زينا كده، ما بياكلوش زي البني ادمين، بياكلوا في حاجه غلط. انا بياكلوا رده بقى، انا ما بقاش فاهم، انا ببقى متضايق. انا ما اتكلمتش امبارح وما عملتش فيديو، ما كنتش ناوي اعمل فيديو ولا هتكلم، لان انا مش في الموقف ده، بس انا شايف ان في تجاوزات ياما قوي ضد النادي الاهلي اليومين دول بسبب الماتش ده. طب ليه؟ هو الراجل كان في موسم كارثي السنه اللي فاتت، موسم كارثي، وطلع مركز ثالث ودخل الكونفدراليه الافريقيه. اللي كان في موسم كارثي ده بيراعي مشاعر جمهوره، جاب مدرب وجاب لعيبه وعمل ماتشات وديه وعمل معسكر اعداد. انت يا بطل، يا اللي خدت الدوري، يا اللي استلمبوش رنك، عملت ايه؟ اللي هو احنا نادي الزمالك عملت ايه؟ عملنا ايه؟ احنا فضايحنا مغرقه الفيفا، مغرقه العالم كله. عملنا ايه؟ ليه دايما بنتكلم على اللي قدام مننا كاننا دايما احنا احسن من اي حد؟ واحنا ما فيش الكلام ده خالص. احنا ربنا بيكرمنا بدعاء الناس النضيفه في جمهورنا. يعني احنا لما بناخد بطوله ولا بناخد دوري ولا بناخد حاجه، بيبقى من عند الله، جبر خواطر من عند ربنا. الجمهور نادي الزمالك المحترم، مش الجمهور الغير محترم اللي بياكل بليله بقى وباكل برسيم بقى وتبن ورده وبتاكلوا علف الحيوانات وانتوا بني ادمين، فتفكيركم بيبقى متعصب، يعني في تاثير مباشر على تفكيرك. فانت تتفرج امبارح على ماتش برشلونه والاهلي امبارح تفضل تضحك على برشلونه ليه؟ لان انت مش فاهم، انت مش واعي، انت مش عاقل، انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل. انا شايف الاهلي دخل في جون فانا فرحان. اي حاجه تعكنن على النادي ده بتفرحك ليه؟ ليه؟ انا توقعت ان احنا هنبقى في مسانده ما بيننا وما بين جمهور النادي الاهلي هناك عندهم في ملعب الكامب نو، اللي كان فيه تجاوز من الشرطه ضدهم، كان فيه تجاوز عليهم هناك. فانت لازم تاخد بالك من ولاد بلدك، اقف معاه يا عم، هات لي الاهلي في الدوري هنا واغلبه واتريق عليه، ما عنديش مشكله. اغلب اي حد في الدوري هنا واتريق عليه، ما عنديش مشكله، ولا اي حد عنده مشكله. انما انا ما اطلعش اشرف بلدك بره والعب في برشلونه، سوري يعني العب برشلونه وانت تتريق عليا. ما احنا كنا بنلعب في كاس العالم وكان في 8 اساسيين من الاهلي بيلعبوا في المنتخب في كاس العالم في الملعب، في الملعب. فانت ليه دايما عندك الدونيه؟ ليه دايما بتحب تقلل من اي حاجه؟ انت مش احمد زويل، انت مش طه حسين انت مش الشيخ الشعراوي، انت مجرد مشجع كحيان لنادي الزمالك الكحيان. يا اما عقلك يوصلك في يوم من الايام انك تفيد النادي ده، يا اما تحط لسانك في بقك وتسكت، يا اما تقول اللي يرضي ربنا ويرضي ضميرك انت ويرضي ضمير الناس، يا تسكت، يقول خير او تسكت. انما انت على طول على طول على طول على طول على طول، انت مواطن جاهل ما بتفهمش، جاهل جهل جهل مطبق. انت لا لا لا، السلام عليكم، السلام عليكم.